حبيبي، نعم. عامل ايه؟ الحمد لله. عملت ايه في الشغل النهارده؟ الحمد لله ماشي الحال. وحشتني. وانت يا حبيبتي طول النهار برام، وانت وحشتيني قوي. شفتكش طول اليوم. وحشتيني من المحكمة بقى للمكتب، معلش. طيب انا عارفه انك خدت فلوس النهارده، اه. صح؟ اه. كتير؟ يعني الحمد لله. مم. انا الدخلة دي مش بستريح لها. طب تعالى بقى ننزل نجيب حاجة البيت. حاجة البيت اللي احنا لسه جايبينها من حوالي 10 ايام، وقلت لي معلش كتير بس هيقضونا طول الشهر. ماشي نجيب تاني، ما الشهر قرب يخلص اهو، الشهر الجاي. ايه ده؟ هو انت يعني انت مش بتحسبي مثلا الشهر ده ان هو 30 يوم يعني؟ ما يا ابني ما هو اللي عندنا دول اللي باقي الشهر، نجيب احنا بقى الشهر الجاي. طب اما يبقى الشهر يخلص نبقى نجيبهم لا ان شاء ما الله. هو احنا معانا فلوس بقى دلوقتي كده نجيب اللي ناقص. طيب انت عايزه تجيبي ايه؟ لا انا عايزه اروح انا اجيب. عايز تعالى نروح ننزل عايز تروحي فين يعني؟ نروح فتح الله. فتح الله؟ اه. فتح تاني؟ وحش. فتح الله لا هو جميل جميل. إيه؟ فتح الله تاني؟ فتح الله ربنا يفتحها في وشك. سيبيني في حالي، سيبيني في حالي. يا ابني في ايه؟ هنروح نجيب حاجة البيت لا اللي لا 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 ناقصة، لا 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 بيبقى عامل عروض. لا. ايوه ما والله. اتقال لي اخر مره كده دفعت 1700 جنيه. الله يبارك لك. طب. سيبيني في حالي طب خلاص انت مش عارفة انت عندك مشكلة مع فتحة، خلاص بلاش فتحة. بقى. شكرا. كارفور. هو سوبر ماركت الفيروز اللي على اول الشارع ده ضايقك في حاجه؟ اكتبي لي انت عاوزه ايه. لا لا اكتبي لي انت انت عاوزه ايه مش وانا هجيبه بتجيب لك. اللي انا عايزاه. لا هجيب لك اللي انت عايزاه لا بالظبط. والله مش بتجيب اللي انا اقول عايزاه. لك على حاجه، انا هصور كده حاجه وابعتها لك. لا اقول لك انا هو. عايزة انزل، انا زهقانة. لا ما هو انت زهقك ده بيجي عليا بالافات. هنزل معاك، مش والله بص مش هشبط في حاجة. لا لا مش معلش. هشبط لا والله. لا. طب بص احنا هنتفق من هنا هنجيب كذا كذا كذا. ما هو كل مره بيتقال لي نفس الكلمه دي وبتخشي بدفع 1700 جنيه 2000 جنيه. طب في ايه بقى؟ لا لا استني انت هتاخديني في دوكا. في ايه بقى؟ صوص الباربيكيو، صوص معرفش ايه، زيت دبس الرمان. مش بعمل بيهم أكل. بنجيبه كده يعني حاجات بفلوس، وفي الاخر نيجي ساعة الغداء هتعمل لنا اكل ايه النهارده؟ ما انت ما جبتش حاجة. يا ابني عشان الاكل يطلع طعمه حلو. الاكل نفسه بقى اللي هيطلع طعمه حلو ده ما بيجيش من وسط. بصي اكتبي لي اللي انت عايزاه بعد طب اذنك. خلاص انا هكتب اللي انا عايزاه وانزل معاك. لا وانت امسك الورقه. لا دي حيلة رخيصة. لا دي حيلة رخيصة لا صدقيني. صدقيني دي حيلة رخيصة واتعملت فيا قبل كده. انت لا. لا من المره اللي فاتت انا كنت ماسكه الورقه، المره دي انت بقى اللي ماسكها. وتقفي قدام الرف وتفضلي تبصي للحاجة اقول لك عايزاها. لا يا حبيبي احنا مش عايزين. انا عارفة ان انت ما معكش فلوس، صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ لا. هو ايه اللي لا؟ ده اللي بيحصل. لا ده اللي يا بنتي انا حافظك. لا ما حصلش. بلاش بقى الخبث واللقم بتاعك ده، علشان انا عارف اللي هيحصل في الاخر. انت تستنيني بره. لا انا اروح فتح الله وانت تستنيني بره، وهجيب لك الحاجه اللي انت هتقف عايزاها. في الشارع. اقعدي في بيتك معززه مكرمه والحاجه تجيلك لحد عندك. ما انت مش بتجيب اللي انا عايزاه. لا هجيبه والله هجيب. يعني انا لو كتبت لك الحاجه وانت رحت جبتها هتجيبها باقل ما انا ابقى معاك؟ لا هجيب الحاجه بس مش هقف بقى ايه قدام الرفوف واقعد ابص للحاجه وانا عارفه يا حبيبي، وبتقعدي بتستعطفيني وانا قلبي ضعيف. طب فكرت لا. فكرت. فكرت تاني لا. دي مناقشه كل مره بتقولي لي ايه؟ طب بص حدد لي مبلغ 400 جنيه 500 جنيه وانا مش هجيب ما هو حاجه يا ابني زياده الحاجه عنه. غليت يا ابني، انا مالي. لا ما هو يعني لا. انت لما ببقى محدد لك 400 او 500 ما هو جنيه مش هيجيبوا حاجه. لا بعد اذنك وبنبقى متفقين يا ابني عليهم. مش هيجيبوا حاجه. لا 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 الحاجه غليت. لا 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 انا لا. انا مش غلطانه، هي الحاجه هي اللي بتغلى. لا 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 احنا كل مره تلاقي هم طب 400 وبعدين؟ 500 جنيه وبتقعدي تحسبي على الاسعار اليوم، يعني انت بتبقي طب مغيمه مثلا. وبعدين اكتبي لي الحاجه اللي انت عايزاها او انا اديكي مثلا. طب خلاص انا هقول لك على حاجه، انا اديكي فلوس وانت روحي فتح الله لوحدك. لا مش بقدر اشيل الكيس. هستناكي بقى. ويرضيك ادخل امشي في الزحمه لوحدي؟ مش هتتخطفي يا اختي، مش هتتخطفي. طب تعالى معايا ومالكش دعوه. لا لا لا
انت اديني فلوس وتعالى معايا واكنك بقول لك ايه، هو سوبر ماركت الفيروز اللي على اول الشارع، هل مكرونه الملكه فيه اوحش من المكرونه الملكه بتاعت فتح الله؟ يا ابني فتح الله عامل عروض. تقعدي انت تتمسكني لحد ما تتمكني وتقولي لي يا حبيبي ده هم 5 اصناف بس، يا حبيبي ده هي الورقه دي، ولو قلت لك على حاجه واحده زياده عنها ما تجيبهاش، وتحطيني في امر واقع جوه قدام الكاشير، وبقى طبعا انا مش عارف اعمل ايه واضطر ادفع زي الباشا، مش كده؟ لا مش كده. لا هو كده، وهو اخر كلام عندي، هو سوبر ماركت الفيروز. تصبحي على خير.